أنا كمتداول في أسواق المال، إيه بقى الدول اللي أنا هراقب الناتج المحلي الإجمالي بتاعها؟ كمتداول في أسواق المال هتركز على الدول ذات التأثير الثقيل في أسواق المال، القوة الاقتصادية العظمى، حتى لو ملهاش عملات في عملات الفوركس، يعني زي الصين. ما الصين دي زي ما فهمتك قبل كده مش في الثمان عملات الرئيسية هتلاقي اليوان الصيني، ومع ذلك تأثير الصين. أنا كمتداول في أسواق المال هبص على الناتج المحلي الإجمالي في أي دول بالظبط. هل في دول العالم كلها؟ هل في الدول الثمانية ذات العملات الثمانية الرئيسية؟ لا، أنت هنا هتبص على الناتج المحلي الإجمالي للقوة الاقتصادية العظمى، حتى لو عملتها مش موجودة في الثمان عملات الرئيسية زي الصين. اليوان الصيني مش موجود في الثمان عملات الرئيسية، ومع ذلك انت لازم تراقب الناتج المحلي الاجمالي الصيني، لان ده ليه تاثير سلبي او ايجابي على الاقتصاد العالمي. وفي نفس الوقت في دول صغيره جدا وليها عمله رئيسيه من الثمانيه زي سويسرا، عدد السكان قليل قوي، فبالتالي الناتج المحلي الاجمالي بتاع سويسرا مش مهم، مع ان عملتها الرئيسيه موجوده في الثمانيه الرئيسيين. طب انا هبص عليه بالظبط. طبعا اهم حاجه امريكا. طبعا امريكا الاصدار بتاع الناتج المحلي الاجمالي بتاعها بيطلع شهري وربع سنوي وسنوي، يعني كل شهر امريكا بتطلع الناتج الاجمالي المحلي، وكل ربع سنه وكل سنه. اجي بعد كده على تاني حاجه مهمه، هي الاتحاد الاوروبي. والاتحاد الاوروبي بيطلع التقرير بتاع الناتج المحلي الاجمالي ربع سنوي وسنوي. رقم 3 المملكة المتحدة، وطبعا ده بيطلع شهري وربع سنوي وسنوي زيه زي أمريكا بالظبط. رابع قوة اقتصادية عظمى أنت هتبص على الناتج المحلي الإجمالي بتاعها هي كندا، والإصدار بيطلع شهري وربع سنوي وسنوي. الخامس الاقتصاد رقم 5 هو اليابان، بيطلع ربع سنوي وسنوي. ورقم 6 والستة اللي هو قبل الأخير معانا اللي هو الصين، وبيطلع ربع سنوي وسنوي. رقم 7 والأخير في الناتج المحلي الإجمالي اللي أنت هتراقبه هو أستراليا، وبيطلع ربع سنوي وسنوي. يبقى أنت كده هتراقب الناتج المحلي الإجمالي لسبع دول ومنطقة، يعني بما فيهم منطقة اليورو ومعاها 6 دول.